السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ لكل محب عالم الابراج والفلك والارقام تحية طيبة من قناة البيت البسيط مع فاطمة محمود. معانا خبر النهاردة: ابراج حظها في السماء بحسب توقعات ليلى عبد اللطيف في 2025. توقعات ليلى عبد اللطيف لبرج الأسد هو واحد من الأبراج التي ستتعرض للتعثرات خلال الفترة القادمة، وتواجهه الكثير من الأزمات المالية. وعلى المستوى الشخصي تعاني من اضطرابات وخلافات مع الشريك بسبب انشغالك بعملك. البرج الثاني برج العقرب يعتبر واحد من الأبراج المحظوظة هذا العام، وستحصل على بعض الفرص الذهبية في مجال عملك. على المستوى العاطفي حالتك مع الشريك تتحسن شيئا فشيئا، عليك أن تكون واضح وصريح لأنها لإنهاء الخلافات. والبرج الثالث برج الدلو يلمع نجمك في هذا العام، وتحصل على فرص عمل مميزة تجعلك تجني الأموال. أما على المستوى العاطفي تتواصل الخلافات بينك وبين الشريك، يجب أن تكون أكثر مرونة. البرج الرابع برج القوس يعد عام قاسي يحمل لك بعد عام قاسي يحمل لك عام 2025 الكثير من المفاجآت، وتعتبر واحد من ضمن الأبراج الأكثر حظا. واجب عليك التمسك بفرص العمل المقدم لك. على المستوى العاطفي حالة من الاستقرار تسيطر على علاقتك بالشريك. وبكده يكون ده الفيديو بتاعي والخبر بتاعي النهاردة. مش تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد، وعيلتي صغيرة تكبر بيكم يا أحلى متابعين ومشاهدين القناة. ولغاية ما أرجع لكم بفيديو آخر أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك وشير وسبسكرايب لأبراج حظها في السماء.